بيبدأ فيلمنا في نص الطريق. ناثان فاق لقى نفسه عمل حادثة بالعربية. عربيته كانت مقلوبة على جنب الطريق، والغريب إنه ما حصلوش خدش واحد. فجأة بيجي دانيال، الراجل اللي ناثان خبطه بالعجلة، وناثان يتفاجأ أكتر لما يلاقي إن دانيال كمان سليم. دانيال بيسأله: فاكر إنك نزلت من العربية؟ وناثان بيقول: لأ، يمكن عشان اتخضيت ودماغي خبطت في التابلوه، بس الغريب إنه مفيش أي كدمة ولا حاسس بأي وجع. هنا دانيال بيقول له: القنبلة إحنا ميتين دول أرواحنا. وقال كمان إنه غالبا ما تقابله عشان بقاله وقت واقف مستني، وفي الأول كان مش مصدق، بس مفيش حاجة تفسر اللي بيحصل غير كده. ناثان بيرفض يصدق وبيجري يبص جوه عربيته، يلاقي مكان السواق اتحطم خالص، ولما يبص أكتر يلاقي جثته جوه. يتصدم ويبدأ يتوتر ويفكر في صحابه وولاده. دانيال يقوله إنه هيشتاق لمراته، ويستغرب إن ناثان ما جابش سيرة أم العيال. ناثان بيتوتر أكتر، ودانيال يقول إن كده اتأكد إن في حياة بعد الموت وإنه حاسس براحة. بس ناثان يبدأ ينكر تاني، يصرخ ويقول: لأ، مش حقيقي. دانيال ما يسكتش ويطلع له الجثة من العربية عشان يخليه يواجه الحقيقة بنفسه. لما ناثان بيتوتر، دانيال غطى وش الجثة بفوطة. في اللحظة دي عربية نازلة في الطريق ووقفت جنب الجثة. ناثان حاول يطلب مساعدة، لكن السواق ما شافهوش ولا سمعه. بعد ما استخدم رجله يتأكد إن الجثة فعلا ماتت، الراجل فضى جيوب ناثان، خد الفلوس وساب المكان وساب العربية. دلوقتي ناثان فهم أخيراً إنه شبح، وبقى محتار لو في حساب بعد الموت ولا لأ. اعترف إنه قتل مراته، لكنه بيقسم إنه عمل كده بدافع الرحمة. قبل ما يقول أكتر، دانيال بيسمع موسيقى حواليهم. فجأة باب أبيض غامض ظهر قدامهم، وفي نفس الوقت المكان اتغطى بالسلوك. دانيال قال إن الموسيقى جاية من الباب ده، لكن ناثان ما سمعش حاجة. وهم خلاص هيدخلوا الباب الأبيض، لقوا باب أحمر طالع وراهم، شكله كان مخيف أكتر. ناثان بيسمع صرخات جاية من الباب الأحمر، لكن دانيال ما سمعش. وصلوا للاستنتاج إن الأبيض للجنة والأحمر للنار، وده معناه إن ناثان بيتعاقب عشان قتل مراته. ناثان اتوتر تاني وقال إن مراته كانت مريضة وهو كان عايز يريحها من العذاب. دانيال بيطنشه وحاول يعدي من الباب الأبيض، بس ناثان دفعه وعدى هو الأول، بس ما حصلش حاجة. لما دانيال قال إنه لازم يتصرف أحسن لو عايز يفتح باب أفضل، ناثان اعتذر لأنه ما شافش دانيال على العجلة وهو سايق. فدانيال قال إنه كان مش مركز عشان بنت صغيرة كانت بتلعب جنب الطريق. الرجالة اتعنقوا عشان يودعوا بعض، ودانيال حاول يعدي من الباب الأبيض، لكن ما حصلش معاه حاجة. حاول تاني ومفيش فايدة، وبطل يسمع الموسيقى. وراهم اتكلم صوت، والبنت الصغيرة اللي دانيال شافها طلعت، يعني هي كمان ماتت. قالت إن راجل على عجلة خبطها، ودانيال اعترف إنه كان شارب قبل ما يسوق. وناثان قال إن الموضوع ما كانش حادثة عادية، دانيال كان مهمل وقتل بنت بريئة. بعد نقاش صغير حاولوا يودوا البنت للباب، لكن هي اتعلمت ما تثقش في الناس الغرباء وبدأت تصرخ. ما قدروش يهدوها، ودانيال تعب فشالها ورماها في الباب الأبيض. البنت اختفت على طول، والباب الأبيض كمان. بعد كده الرجالة وافقوا إن جا وقتهم يعدوا برضه. دانيال تردد شوية، وناثان راكله عشان يدخل، وبعدها شرح له الموقف تاني بخصوص مراته. دانيال كان متأكد إنه ما عملش حاجة ورفض يدخل. فجأة ظهر مخلوق ضخم على الطريق شايل الأرواح في فمه اللي مولع نار، وناثان الخائف دخل الباب الأحمر. بعدها ناثان ظهر في النار ولقى آلاف الأرواح مغمي عليهم على الأرض. لما لقى بنت صغيرة طاح على ركبته من الصدمة، ولما مسك إيدها شاف ذكرياتها. اسم البنت جان، وفي ظلال غريبة في أوضتها. عادي إنها تواجه صعوبة في النوم عشان أهلها مش سايبين بعض من الجدال عليها. الأم عايزة تساعد بنتها، لكن الأب خايف منها وبيعتقد إنهم محتاجين يحموها منهم. جان زهقت من الكلام ده، قامت من على السرير وسابت صندوق الموسيقى يشتغل قبل ما تبص على الشباك. بره في شجرة كبيرة وهي بتلوم الظلال الغريبة دي عليها. بعد كده نزلت تحت عشان تاكل حاجة، ولاحظت إن أهلها لسه بيتخانقوا عليها. قررت تعمل الأكل لنفسها، ودهنت المربى على العيش بشكل مش مظبوط، لكنها كانت مبسوطة إنها ماسكة السكينة. بعد شوية راحت عند المعالجة النفسية، حكت لها إنها كانت بتدي عصفوران صغار فتافيت بسكوت، وده خلى أم العصافير تقلق وتطير ناحيتها. رد فعل جان كان إنها خنقت كل العصافير. كمان بتحب تغرز قلم في أختها الصغيرة لأنها بتكرهها، وحتى اعترفت إنها عايزة تأذي أهلها، وعارفة إنهم خايفين منها لأنها أذتهم قبل كده وهم نايمين. من ساعتها بيقفلوا عليها أوضتها كل ليلة. المعالجة حاولت تتكلم معاها عن اللي عملته في أختها، لكن رفضت تكمل الكلام. الصبح
كانت قاعدة على الترابيزة وبتنادي على الفطار بس ما جاش حد، وبعد شوية لقيناها بتاكل كورن فليكس وهدومها مليانة دم. جنبها أهلها مرميين على الأرض ميتين. اتأكدت إنهم ماتوا بجد وبست أمها على خدها. جان بتدي الأكل لصاحبها توني، كائن شبه إنسان بس شكله مشوه. هي فاكرة إنه هو اللي قتل أهلها بس هو بينكر وهو بياكل. قالت له إنه دلوقتي ممكن يطلع فوق ويعيش معاها لأن مفيش حد هيمنعه. توني بدأ يتمشى في البيت وهو مبهور بشمس الصبح اللي عمره ما شافها قبل كده. جانا خدته على الحمام وعلمته إزاي يستخدم البانيو، وساعتها كانت بتحط ميكاب ومجوهرات أمها. توني اتفاجئ تاني بإحساس المية النظيفة على جلده المشوه. بعدها لابس هدوم أبوها القديمة وطلبت مساعدته علشان ينقلوا الجثث. بس قبل كده كان عندها مفاجأة أخيرة لأهلها. باستخدام خيالها جان حضرت مسرحية والجمهور هو جثث أبوها وأمها. بدأت تحكي قصة إنها صحيت ومفيش فطار، وتخيلت إن الجمهور بيضحك على هزارها. بعد كده شدت توني بالسلسلة للمسرح وأعلنت إنه القاتل ولازم يتعدم. توني أنكر تاني وقال إنه ما عندوش أي ذكريات قبل ما يطلع من الكهف. جان خلت الجمهور الخيالي طبعا يصوت على إعدامه، وتوني اضطر يوقف على كرسي علشان يحذف نفسه. بعد كده توني خبى جثة الأم تحت السرير، والبنت كانت نطت عليه وهي مبسوطة وبتفكر إزاي كانت بتحب تزعج أهلها بالسكينة وهم نايمين. توني كمان جاب جثة الوالد عشان يخبيها، بس فجأة لاحظ إنه مش باين في المراية. ساعتها فهموا إن توني مش شخص حقيقي، ده بس تمثيل للجانب المظلم اللي جوه البنت، يعني جزء مظلم من نفسها وإنها هي اللي قتلت أهلها. وعشان مفيش حد فيهم بيعرف يطبخ قرروا ياكلوا كورن فليكس وعيش بمربى. في اللحظة دي الجرس بيرن. البنت فتحت الباب لقت البوسطجي وطلب توقيع حد كبير. جان نادت على توني بس محدش رد، فالبوسطجي ساب لها ورقة لم يتم التسليم ومشي. جان فضلت تدور عليه في كل حتة في الدور اللي تحت بس ما كانش ليه أثر. وهي بتجري بنشوف الرسومات المرعبة اللي كانت بترسمها على مدار السنين. في الآخر بتلاقي توني جوه أوضة أهلها وكان بياكل في جثثهم. صرخت بكل قوتها كفاية بقى، وساعتها الباب اتقفل لوحده. بعد شوية ألعابها مسكت فيها النار لوحدها فجأة، وراحت تبص على أختها الصغيرة اللي كانت قاعدة بترسم اللي حصل. جان قالت إن توني جعان وخدتها على المطبخ، وهناك زقتها جوه الفرن وشغلته. وبعدها طلعت ماشية وهي بتغني أغنية فرحانة، وظلالها كانت ماشية وراها على الحيطان. وفي الجحيم ناسان كان مصدوم من اللي شافه وبدأ يزحف بعيد. لقى بنت مراهقة وأمها ولمسهم علشان يشوف قصتهم. الأم اسمها جوليا وكانت بتحاول تعمل شاي وهي على وش انهيار عصبي. نادت على بنتها بس ما ردتش، وبعدها شافت بقعة دم قديمة على الترابيزة. حاولت تشيلها بس ده خلى حالتها النفسية تسوء أكتر. جوليا ما كانتش مصدقة اللي حصل، فراحت على الحمام. طلعت جثة بنتها كلوي من البانيو اللي كان مليان مية ودم. كانت بتعيط وهي ماسكة جثة بنتها كأنها لعبة أو عروسة. وبعدين خدت الجثة وراحت حطتها على الترابيزة في المطبخ. قدمت لها فطار وبدأت تتكلم معاها عن إنهم ممكن يسافروا مع بعض. فلاش باك رجعنا اليوم قبل كده، وكلوي كانت في البانيو بتحاول تأخر نفسها شوية. أمها دخلت وقالت لها تسرع علشان ما يتأخروش على المدرسة التاني. وفي الفطار كانت الأم بتزعق في التليفون وكلوي ساكتة وبصة في سكينة. كانت كلوي بتفتكر التنمر اللي بيحصل لها في المدرسة وكانت حياتها جحيم. جرحت صباعها بالسكينة وده عمل بقعة الدم على الترابيزة. ولما جاء وقت الذهاب كلوي قالت إنها مش قادرة تكمل ومش عايزة تروح المدرسة، بس أمها قالت لها إنها لسه جديدة ولازم تستنى شوية لحد ما تكون صداقات. كلوي كانت بتعيط ووصفت المدرسة بالجحيم الحقيقي، لكن أمها افتكرت إنها بس درامية زي أي بنت مراهقة. رجعنا للحاضر. كلوي وقعت من على الكرسي والقط جاي يلحس الخدش. جوليا زعقت فيه وشالت البنت على كرسي متحرك متجاهلة التليفون. فجأة انهارت وقالت إنهم هيسافروا، وجريت على الدولاب تلم شوية حاجات وهي بتنهار تاني. بعد كده جوليا غطت جثة كلوي ببطانية وقالت لها إنها بتحبها حتى لو ما كانتش دايما جنبها، وقالت لها كمان إنها مش هتروح المدرسة تاني وهتعلمها في البيت بدل كده. بس أول ما فتحت باب الشقة علشان تخرج اتفاجئت إن الباب مقفول بحيطة طوب، وده فجر فلاش باك من ذكرى مؤلمة لكلوي وهي مستخبية في حمام المدرسة، وكانت البنات بيشتموها وبيضربوا على الباب. لما فتحت زقوها على المراية وقعدوا يشتموها ويهينوها وأجبروها تركع على ركابها وتلحس جزمهم، وكل ده واحدة منهم كانت بتصور. رجعنا للواقع.
وطلع إن حيطة الطوب دي كانت تمثيل لجارتها اللي كانت جاية تزورها، وقالت إنها سمعت جوليا بتعيط بصوت عالي. جوليا حاولت تهرب وتقول إنها مسافرة، بس الجارة لاحظت إن تصرفها غريب ودخلت الشقة فجأة، واتصدمت أول ما شافت جثة كلوي. بعدها بلحظات جوليا كانت سايقة العربية والجثة جنبها في الكرسي التاني. كانت بتعيط وهي بتحكي عن يوم ولادة كلاوي ووعدتها بحياة أحسن من دلوقتي. جوليا فضلت تنادي على بنتها علشان تبص لها أو ترد عليها، بس ما كانش في أي استجابة، وساعتها فهمت الحقيقة وقفلت عينيها بنفسها. بس ده شتت تفكيرها وهي سايقة وخبطت العربية في شجرة. فلاش باك تاني ورانا كلوي وهي بتنتحر في البانيو، وجوليا وهي بتكتشف الجثة. جوليا فاقت من الحادثة وهي بتنزف، وشافت رجال المطافي بيكسروا باب العربية علشان يخرجوها. كانت بتقاوم ومش عايزة تسيب بنتها، لكن شالوها بالعافية. أما الباقي من رجال الإنقاذ شافوا كلاوي وقالوا إنها ماتت في الحادث. وفي الجحيم ناثان غطى جثث الستات ووقع على الأرض تعبان من كتر المآسي اللي شافها. في اللحظة دي الشيطان بيظهر وبيقول لناثان إنه هيرشده لطريق العقاب الأبدي. ناثان بيحاول يشرح من تاني إن مراته كانت عندها التصلب المتعدد، لكن الشيطان بيرد عليه ويقوله إنها كانت مريضة عقليا وما طلبتش تموت، يعني ناثان قتلها من غير رضاها. بعد كده الشيطان بيبدأ ياخده لمكان تاني وبيقوله إن أول خطوة في العذاب الأبدي هي العزلة لوحده، علشان ينسى كل حاجة عن حياته القديمة، ولما ينسى كل حاجة يتحول لروح ما فيهاش غير الألم واليأس. ناثان بيعدي من باب جديد وبيلاقي نفسه في أوضة ضلمة فيها جثث نايمة. الشيطان بيقوله إن العزلة دي هتطول 4000 سنة، وكل ده ولا حاجة جنب اللي مستنيه. ناثان بيبدأ ينهار من الخوف، والشيطان بيختفي والباب بيتقفل. فجأة بطانية بتتحرك وبيطلع منها روح متحللة اسمها بيلي، وبيلي بيتهيأ له إن ناثان لعبة جديدة ليه، فبيهجم عليه وبيبدأ يخبطه ويدوس عليه من غير رحمة. بيحدفه على الأرض وبيضربه لحد ما ناثان بيبطل يتحرك. وبيلي زعل جامد لما اكتشف إنه ضرب روح ناثان جامد لدرجة إنها ماتت خالص. بعد ما ناثان مات جوه، روحه رجعت للدنيا واتولدت من جديد في شكل طفل. الشيطان قال إن الطفل ده هو المسيح الدجال، وعلشان كده عاقب بيلي وقطع له راسه، بس رجعه تاني واداله مهمة جديدة يرجع روح ناثان. وفعلا بعد فترة بنشوف بيلي واقف في أوضة البيبي مستني اللحظة اللي يبدأ فيها المهمة. لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة علشان توصلك أقوى ملخصات الأفلام أول بأول، واستناني في حكاية جديدة وسينما شكل تاني. سلام.